مرحبا بكم في قناة صوفيا صفوي للطبخ والحلويات. اليوم جبت لكم وصفة هايلة بزاف وهي فطائر بعجينة اسفنجية، راكم تشوفوا فيها كيفاش محشيين بالفرماج، حشوة رائعة راكم تشوفوا فيها. شوفوا الزماش البنة روعة راكم تشوفوا فيها الفرماج. هاي تشوفوا الزماش. نروحو لطريقة التحضير. باش نحضروا العجينة تاعنا نجيبو كاس تاع ماء يكون دافي، نصبوه نزيدولو كاس تاع الحليب يكون معمر ودافي، نخلطو السوائل مع بعضهم، ونزيدو كاس غربة تاع زيت، نص تاع خميرة تاع خبز، وغرفة تاع سكر حرش، ونخلطوهم هذوك مليح. كي نخلطوهم مليح نكملو نجيبو الفارينة، نبداو نزيدو هذا الكاس الأول، نحطوه هذا الكاس الثاني، غرفة تاع ملح، غرفة تاع قهوة صغيرة تاع ملح نزيدوها. هذا الكاس الثالث، هذا الكاس الرابع، هذا الكاس الخامس، هذا نص كاس. يعني العجينة تاعنا دازت 5 كيسان ونص. هاي العجينة اللي نتحصلوا عليها تكون العجينة طرية، راكم تشوفوا فيها كيفاش. دركا نوليو نغطيوها نخليوها مدة 20 دقيقة حتى تخمر، من بعد نستعملوها. لتحضير الحشو نجيبو فرماج رابي كمية، راكم تشوفوا نحطوها ونزيدو عليها هذا فرماج فوندي، ديروا طرف كيما هذا، ولا ما عندكمش هذا تقدروا ديروا الفرماج تاع بورسيون تاع المثلث هكذا. هاهو دركا نجيبو طيور طبيعي، ولا لا كان عندكم فرماج طبيعي ثاني تقدروا ديروا فرماج ريجيم ثاني تقدروا تلموا به الحشو تاعكم، نضيفوه هنايا. ودركا نزيدو كميه معتبره مليحه تاع المعدنوس، يكون مقطع رقيق يعطي بنه مليحه في الحشو تاعنا. بعدها هاي بعد ما خمرتنا العجينه تاعنا راكم تشوفوا فيها كيفاه الخمره طلعت. هاهي دركا نولي نهبطو لها تخمر. نحطو شويه فرينه في الفوند طرافاي تاعنا، ونجيبو كوبا ونبداو نقسمو فيها. انا نقسمها ل 8 حبات، نتوما كيما تحبوا ديروا الحبيبات تاعكم كبار، تحبوا ديرهم صغار، هذاك نتوما واش تحبوا. ونكوروهم دركا نوليو نجيبو كره من العجينه تاعنا، نبداو نحلو فيها غير بيدينا ماشي بزاف هكا باش نحطو فيها الحشو تكون سهله باش تحلوها بيديكم. دركا نجيبو الغرفه تاع الحشو تاعنا ونحطوها في النص. الكميه تاع الحشو كيما تحبوا تكثروا، تحبوا ديروا كيما من بعد نوليو نقفلوها مليح باش متسخناش. واش ممكن نحلوها من حلوة
دركا نوليو نجيبو شويه معدنوس نكونو قصيناه شويه رقيق راكم تشوفوا فيه، ونجيبو مارغرين نكون ذوبناها شويه شويه بنقص الزبده تاعنا، نخلطو. من بعد نوليو ندهنو الفطائر تاعنا من فوقها شويه زبده شويه معدنوس الخليط اللي درناه، نعطيه بنه روعه الزبده تاعنا والمعدنوس مع بعضها. ونكملو كامل هكا. هذه هي الوصفه تاع اليوم، فطائر المقلات راكم تشوفوا فيهم. ان شاء الله يا ربي تعجبكم الوصفه وتجربوها وتنجحوا فيها، وما تنساوش دعموني وتشتركوا في القناه وديروا لي جيم وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وفي الوصفه القادمه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.